بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو ونشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه اول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي بحبكم جدا في الله، الله يسعدكم ويرضي خواطركم جميعا، اجدع اخوات في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم الايام بخير، ويبلغنا الشهر الكريم على خير ان شاء الله باذن الله. يومنا النهارده يوم بسيط، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. بشارككم معايا احداث يومي. اليومين اللي فاتوا فيه احداث، بس انا ما صورتهاش، مش عايزه كل شويه اوجع دماغكم واصدعكم بحاجات كلها ترميمات. فان شاء الله باذن الله اول ما انجز في شيء هصور لكم على طول ان شاء الله، ربنا يا رب يكرم كده. على فكره الترميمات صعبه جدا يا جماعه الخير، يعني الترميمات حاجه. احنا غيرنا كل الكهرباء بتاعت الدور اللي احنا شغالين فيه، وربنا يسهل بالباقي ان شاء الله. وجالنا هدية يا جماعة الخير. واللي عنده هدايا زينا هنقول له يا عمنا ما اجمل هذه الهدايا يا جماعة. كلمونا عن فرحة حلة المحشي. يا اول مرة اجرب احساس هدية وتكون حلة محشي. لا احساس حلو، لا حلو. تاكل محشي من غير ما تسلق ورق وتسبك وتكلم وبتعمل الهيلمان دي. عليكم بسم الله. تعال الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ها قليلا. بل اكتم قليلا. ياه، لا احساس حلو، احساس حلو والله، احساس جميل، احساس روعه، احساس تحفه، احساس. وما اجمل الاحاسيس مع هذه الحلة. ويا سلام لما تكون جايبتي جاهزه كده، يا سلام يا سلام يا سلام. محتويات الطشت يا جماعة الخير ده كربات، صل على النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. ده حلة محشي وده كربات، صل على النبي. يا حبيبي يا حبيبي، كنت وحشتني من زمان. يا الهدايا الجميلة القيمة دي في الأيام اللي احنا فيها دي. بصوا الصلاة دي كانت زنبليطة، والله العظيم كانت زنبليطة، اسمنت محطوط فيها وبلاط محطوط فيها ومن خيرات الله محطوط فيها. لما كان حد بيجي ما كنتش عارفه يقعد فين، كان بيقعد على السلم، بيقعد على حفازات. بيقعد على اي حته. روجت بقى فيت اي كراكيب مش لها لازمه. ايه جلاليب، عبايات يا جماعه غسله مش لاقيه حته انشر فيه. ايه يعني ايه؟ وفرشتها كده نقعد فيها. عادي يا بيوس، عمال بيشاور ليا، يعني بيقول ليا وفرشتها بيه. الصاله دي كانت هيصه وزنبليطه. دولاب قديم كان فيها، والخشب اللي اوضه عمار اللي احنا كنا جايبينها من هناك كانت فيها. الصاله دي متكركبه فوقاني تحتاني. روجتها علشان خالتك تجيلي، بنت خالتك تجيلي، حمايه بيطلع ما بلاقيش حته يقعد فيها، لان كانت المكان دي متكركب والمكان دي متكركب والمكان دي متكركب. فخليت الدنيا زي ما انتم شايفين كده، ورصيت الركنه القديمه المتكسره ده. ساعه ما نخلص هنشيلها نرميها على جسر الطلع هناك كده. واللهم صل على سيدنا النبي. وروقت الحته كده نقعد فيها ولا كده. وهنشوف هنعمل ايه. وعمر جايب لنا بوكس الطماطم، عايزينها ننضفها كده ونظبطها ونثبتها، بس مش عندي خلاط هنا، مش عارفه اعمل ايه بقى. انتوا جبتوا الهاند بلندر معانا؟
انا ولا كبه ولا خلاط ولا الهاند بلندر، كنت اجيب حاجه واحده من الحاجات دول، يعني اجيب جهاز واحد من الحاجات دول معايا هنا كان هيمشي الدنيا معايا. يلا خير. ومسكت دكر البط اللي جاي لنا يا جماعه الخير بطماطم والليمون وبشويه طحينه، وخليته ايه يزغرط من النظافه بعد ما عدت عليه تنظيف طبعا تحت الحنفيه. كتر الف خيرهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله كانت غدواية لا على البال ولا على الخاطر. ربنا يا رب يزيد عليهم الخير ويفرحها بولادها يا رب، اللهم امين. بص حبايبي ده كربط فرنساوي حلو كده محترم يعني. بعد كده هديله تشويحة حلوة ونعمل شوية شوربة يا جماعة الخير من بتوع زمان. عارفين زمان من اللي هو ريحتهم تجيب التايه دول. اللهم صل على سيدنا النبي. يا سلام على احساس حلة المحشي لما تكون جاية هدية فجأة كده من غير ما يتعامل لها حساب. ياه. اللهم صل على سيدنا النبي. ايوه ايوه، هي دي الهدايا يا جماعة. هي دي الهدايا. هحط الحله كده على النار وهحط فيها بصلايه، مش من غير سمنه ولا زيت ولا اي شيء، لان البط سمين ومش عايزين الشوربه تكون دسمه زياده عن اللزوم. هي البصلايه اهي مع حبايه طماطم، وبعد كده هنزل بالدكر بعد ما اتنجح حوالي نص ساعه وشطفته شطفه محترمه. هبدا ان انا اشوحه واديله التوابل بتاعته واسيبه على نار هاديه حوالي ربع ساعه، وبعد كده هحط له الشوربه بتاعته اهو. هنا هحط المستكه والحبهان. انا كنت حطيت اللورة والبصل والطماطم وكل شيء، بس ما كانش عندي مستكه ولا حبهان. عندي في العاشر اكياس هناك ونسيت والله اجيب برضو معايا. كل خير. ودي حله المحشي معجبه بها جدا. تسلم الايادي اللي لفت، وتسلم الايادي اللي سبكت، وتسلم الايادي اللي قطعت الكرنب، وتسلم الايادي يا حبايبي يا اللي من بلادي. مش مهم اي حاجه على نفس التوازن، اي حاجه. ان شاء الله. شايفين رصه المحشي دي؟ رصه فعلا بقى، سيبوكم من رصه موحه، دي الرصه اللي تدرس. دي الرصه اللي تدرس في مدارس. ما شاء الله ما شاء الله. وشوربه البط، شوربه البط اللي بتخلي المحشي يلمع يا ولاد. شوربه البط اللي بتخلي المحشي يلمع يا ولاد. بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا النبي. هظبط الجعد بتاع المحشي وهاخد شوية كده احط عليهم معلقتين صلصة عشان المحشي مظبوط ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تسلم الايادي وناكل في الفرح ان شاء الله باذن الله. اهو طبعا ما كانش عندي انفار النهارده. فاحنا اللي كنا من اصحاب النصيب. ايوه. هاخد بقى شويه شوربه كده في فنجان على معلقه صلصه وازود بهم المحشي وهو على النار. انا بطبخ على الشعله دي يا جماعه منجزه وحلوه لحد ما ابو عمار ينزل بس العاشر ان شاء الله، ويجيب لي اي بوتاجاز من اللي هناك. انا عندي 2 هناك، هيجيب لي اي واحد منهم وهو جاي ان شاء الله. كان ناوي ينزل الخميس بس انتوا عارفين بقى طول ما البيت فيه شغل مش عارف يروح خالص. اهو معلقتين صلصه على شويه الشوربه، وهدي بقى ايه بدل ما تبقى الشوربه بيضه كده على المحشي، لا هنديها لون حمار حلو كده. ده كرنب بلدي يا جماعه الخير ان شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هنزود بقى نظبط كده الملح. بصوا حبايبي ابو عمار جايب لنا البتاع دي زي ما قلت لكم. هنجي حبه للسلطه كده اركنهم وايه، والباقي والله فيها خضره كتير جو، والباقي هحطه على نار هاديه كده اسويه لحد ما نشوف ابو عمار هيروح العشر امتى يجيب لي الخلاط ويجيب لي الايه اللي بتاع الهاند بلندر. تعالى هنا كده يا عمار وريني الطماطم جميله 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 جميله. افتح الفلفل كده
ولا عناجيل العنب في زمان. الصلاة على النبي. هنضفها من العنجود بتاعها الاخضر ده واطلع اغسلها، لان انتوا عارفين الميه لسه ما اشتغلتش هان، واقعد بقى انضفها كده لحد ما المحشي يخلص ويستوي ويتردد وناكل هم وناكل هم. يا سلام. ايه حلو المحشي. حلو المحشي. مين اللي عامله؟ مين اللي جايبه؟ ان شاء الله. مين اللي جايبه؟ مين اللي جايب المحشي؟ ان شاء الله تعملوه. انا اصلا باكل ان شاء الله. ماشي. اطلع عمال فوق. بصوا لو جبلاتكم حبايه طماطم خضرا كده ولا حاجه واظبطوها بقلب المش زي دي كده تبقى عسل. انا عايزه اقول لكم المش بتاعي اللي هنا عليها برميلين مش عسل، بقوا حلاوه طحانيه، بقوا حلاوه طحانيه يا جميله. انت رايحه فين؟ شفتك يا جنات. بنقض الطماطم الحمراء عشان الخضره اللي زي دي كده. تعالي هنا كده يا رب. الخضره اللي زي دي كده افردها ايه؟ افردها زي ما قلت لكم قبل كده على شكاره، على قفص، على اي حاجه تحمر تاني. شفتوا دي؟ شفتوا دي عامله ازاي؟ شفتوا دي خضره ازاي؟ فده هطبخها اهي. ابو عمار هياخد لنا بقى طشه كده هنا بالي عشان نغسلها ونجيبها نقطع على طول. هتشيلي ايه؟ هنا بالي. هنا بالي. يلا يا ريس. يلا يا ريس. شوفوا علي عامل هيصه وزنبليطه. علي عامل هيصه وزنبليطه. يا سلام. يلا يا ريس شيل. وهنا المحشي كان خلاص بدأ ان هو يتشرب ويشرب الشوربه بتاعته. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كانت ريحته جايبه التايه والله العظيم. الكرنب عشان بلدي وكان مسكر مسكر سكر، كأننا كنا بناكل جوالب سكر والله العظيم. ما شاء الله. بصوا حبايبي، اخواتي اللي بيقولوا لي ما ينفعش تطبخي على الشعله. بصوا حبايبي، هي منجزه جدا على فكره والله العظيم. وانا حاطه تحتها رخامه اهي، يعني ما بتضرش في اي شيء، والحمد لله رب العالمين. ربنا يسترها يا رب. بعد كده حبايبي اهو هغرف بقى نتغدى. حمرت الدكر حلو، وبعد كده ايه هنتغدى بقى يا ولاد. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. والله كانت حله مبروكه. يعيشوا ويهادوا يا رب، وناكل في الفرح كده دايما، ونتجمع دايما في الفرح، اللهم امين. طبعا هعمل حساب حماية في الافطار. الف هنا وشفا. هو حماية ما بياكلش بط يا جماعه، وعندي ولادي برضو. عمار ما بياكلش بط. وما شاء الله الذكر كبير، عشان برضو اخواتي اللي هيقولوا الذكر شويه، لا. واحنا كل يوم يا جماعه يا سمك يا فراخ يا لحمه، يا سمك يا فراخ يا لحمه، طول ما في عمال في البيت. يعني يوم ما بعمل معمر بيكون معاه بيض، بعمل كشري بيكون معاه بيض وبطاطس وبتنجان. بيكون يوم مثلا في الاسبوع، او يوم كشري ويوم معمر في الاسبوع، وباقي الاسبوع سمك ولحمه وفراخ. فبألف هنا وشفا، فبألف هنا وشفا. مسكت الطماطم اول ما الميه اجت على طول مسكت الطماطم وغسلتها، وبعد كده جبت طشه فيه ميه، وقعدت اغسل بقى الطماطم واقطع واحط في الحله الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، عشان احطها على نار هاديه كده تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما تنزل ميتها خالص. وبعد كده ربنا يسهل واشحت بقى خلاط من اي حد من جيراني، او اخلي ابو عمار يجيب لي واحد. انا سالت على واحد لقيتها ب1800 من اللي هو العادي. اسعار الاجهزه راحت في 60 سلامه، بلاش الكلمه التانية.
ومش الاجهزه بس والله كل شيء. ف تتنمر على بنتك. بقول بدل ما اشتري نعم. استفلج على اي حد من جيراني، اجيب الخلاط بتاعي اضرب عليه الطماطم وبعد كده ابقى اجيب واحد من العشر وخلاص، بدل ما هم مركونين هناك. ما تعدي يا ابني انا اهو. المية جت وغسلنا الطماطم، وهنبدأ نقطعها ونحطها على نار هادية من غير مية ومن غير أي شيء لحد ما تنزل ميتها وتغلي لها 5 6 7 8 غلوات كده. بعد ما تنزل ميتها وتقوم ايه سايباها تبرد وتفرميها وتصفيها وتحطها في اكياس وتخزنيها. في ناس بتحطها حبات صحيحه كده، بس بتهيألي بتغيب لما تفك من الفريزر. يعني فين وفين عم تطلعيها من الفريزر تفك وتبدأ تفرمها في الخلاط، لا ده دوخ. انما دي لما تكون متصلصه جاهزه بتقلب بصلايه وتقوم ساقطه فيها الكيس مجمد زي ما هو. هاخد بقى هنخلص حبه بحبه كده. رايح فين؟ رايح فين يا طب اقعد الفترة طبعا. اقعد. طب بس يا عم اقعد افطر معانا انا اهو. اقعد يا عم افطر هنا. لا. الله اقعد افطر هنا يا طب على مالك وانت نازل؟ حماك المصلي العصر واجا من الجامعه عليها. طبعا انا عامله حسابها اصلا في الاكل ما شاء الله. والله حله مبروك تسلم الايادي. اخلص دول بقى وابدا اخد كمان حبه بحبه كده، عشان خاطر انتوا عارفين ان انا بشيل واروح للميه، مش الميه اللي بتجيب. انا هاخد حبه بحبه على قدي لحد ما اخلص. ما شاء الله. انا بعمر جايب الطماطم القفاصيه دي بكام؟ 170. 170 جنيه. اول ما جيت هنا رحت عشان اجيب قفص لقيتها ب 200 وحاجه، ما رضيتش اجيب. لا ده حلوه كده. بصوا بالصلاة على حضرة جمال النبي محمد وآل بيته. مليت الحلة اهي ولسه بالصلاة على النبي البوكسة فيها حبة عالي. هفرد دول بقى الى السلطة وكفاية علينا دول، حتى لو شحتنا خلاط مش نهلكها لاصحابه.